اهلا بيكم. لو انت بتصور باستخدام الايفون بالشكل ده او بالشكل ده في عز ضوء الشمس، فاحب اقول لك انك بتصور خطأ تماما، وتعالى اقول لك ليه. كل البروفيشنال فيديوجرافرز او سينماتوجرافرز عارفين ان في عز ضوء الشمس علشان تصور حاجه سينماتيك فانت محتاج لاندي فلتر. طيب دلوقتي هتسالني وتقول لي ازاي اركب الاندي فلتر ده على التليفون؟ صح 100%. انت محتاج لاهم اكسسوار في حياتك، لازم يكون موجود، هو ادابتر بيركب على التليفون بغض النظر اذا كان ايفون او اندرويد فون، علشان يسمح لك انك تقدر تركب اندي فلترز. الاكسسوار اللي عايز اكلمكم عنه النهارده اللي مهم جدا، وصدقني هيشقلب تصويرك تماما، هيخليك مور بروفيشنال، تقدر تطلع كواليتي افضل بكتير. واللي دارس سينماتوجرافي او فيديوجرافي وفاهم كويس جدا يعني ايه فتحه عدسه، ويعني ايه اندي فلتر، ويعني ايه الديبث اوف فيلد، ويعني ايه البوكه انها تبقى مظبوطه وتكون واضحه، وعارف الفرق ما بين اللي بيصور بشكل اماتشر واللي بيصور بشكل بروفيشنال، هيقدر يقدر كويس جدا قيمه الاكسسوار. فلتر لينز كيت ده مخصوص للسمارت فونز وبتقدمه شركه نيور بالمناسبه. وانفورشنتلي يا جماعه انا والله بعتذر لكم بس للاسف مش موجود في مصر، حاول تجيبه اونلاين لان طبعا هو سعره افوردبل جدا، هو ب $39 وللاسف الشديد ملوش اي بديل موجود في مصر. البدائل كتير جدا من شركات كتير جدا زي سمول ريج وزي لانزي، بس ده انا لقيته افضل قيمه مقابل سعر. اول قطعه احنا هنحتاجها في الاكسسوري دي هو ده اللي هيتيح لك انك تركب اندي فلترز او فلاتر ايا كانت الفلاتر على السمارت فون بتاعك، وتقدر تتعامل مع السمارت فون بتاعك كبروفيشنال سينما كاميرا. طبعا كل اللي في المجال كفيديوجرافرز او سينماتوجرافرز فاهمين كويس جدا مدى واهميه تاثير الفلاتر على الصوره او على الايمج كواليتي، وقد ايه بتبين انها فعلا مور اكسبنسيف. الموضوع يا جماعه مش مقتصر بس على الاندي فلترز، بالعكس انت في عندك سي بي ال اللي هو السيركولار بولارايزر اللي بيشيل لك ريفليكشنز، في عندك انواع معينه من الفلاتر اللي بتدي سبيشال افكتس زي مثلا الستورز، زي مثلا البرو ميست او البلاك ميست اللي بيدي لك احساس الهيز كأنك فاتح فوق ماشين. كل الحاجات دي بوجود الاكسسوار ده انت هتقدر تركبها بكل بساطة. هو كليب اون بيركب على السمارت فون، يخليك تقدر بكل بساطة تركبها بالشكل ده على التليفون بتاعك. الكيت دي ايه الميزة العظيمة فيها وايه اللي خلاني جبتها؟ ان بالسعر ده انا ما خدتش بس الادابتر، انا واخد معايا الفلاتر الاساسيه سيركلر بولارايزر ده اللي بيشيل الريفليكشنز، اندي 32 ده سبيشال افكت فلتر ده بيديني ستارز. في عندنا مجموعه تانية من السبيشال افكت فلترز، الجولدن اور يخلي لي السما لونها ازرق، يخلي لي السما لونها يلو، ده نفس الموضوع لو عايز اعمل سبيشال افكت يقدر يخلي لي السما او الارض او وات ايفر الصوره نفسها لونها احمر. بس بقى الميزه الاهم من كل ده هي القطعه دي. القطعه دي تتيح لك انك تحط الاندي فلتر بتاعك على الايفون. القطعه دي مقاسها 58 مللي. انا عشان اركب الاندي فلتر بتاعي فانا محتاج حاجه بسيطه جدا اللي هو ستيب داون رينج، بحيث ان انا اقدر اروح مركب دي في دي كده علشان تاخد او تستوعب الاندي فلتر بتاعي اللي مقاسه اكبر شويه. ده اللي بيركب على الكاميرا، وده الميزه فيه ان هو فاريبل اندي فلتر غير اللي جاي مع الكيت. اللي جاي مع الكيت هو اف ستوب واحده بس. فانا كده بكل بساطه قدرت اركب الاندي فلتر بتاعي واقدر اصور في عز الظهر، اقدر اقفل بزياده بزياده بزياده، اول ما الشمس تبدا تغيب واحده واحده اقدر افتح جراديولي بالراحه بالراحه. طبعا الميزه العظيمه دي في التصوير بالايفون مش هتكمل غير باستخدام ثيرد بارتي ابلكيشن غير البرنامج بتاع الكاميرا الرئيسيه، لان برنامج الكاميرا الرئيسيه كل الاوبشنز فيه او معظمها هي اوتوماتيك. فاحنا محتاجين علشان تصور بروفيشنالي بقى بالشكل ده انت محتاج ابلكيشن مخصوص. ابلكيشن بلاك ماجيك هو واحد من الابلكيشنز اللي اكتر من رائعه وموجود كومبليتلي فور فري، تقدر تتحكم فيه في الكاميرا بالكامل وتقدر تطلع كواليتي فعلا سينماتيك. ان شاء الله في فيديو جاي هوري لكم الكواليتي اللي ممكن نعملها من ابلكيشن زي ده، وانتظروا ان شاء الله شرح كامل للابلكيشن ده.
طبعا كلنا عارفين ان صناعة الريلز او صناعة الستوريز باستخدام السمارت فون بقت وظيفة مطلوبة بشكل اساسي. فانت النهاردة كريل كرييتور او ستوري كرييتور او وات ايفر كرييتور من اي نوع على السوشيال ميديا، انت لازم تطور نفسك، ولازم من وقت للتاني تدخل اداة مختلفة، اداة تضيف لك، اداة تخلي الناس وهي بتتفرج عليك تحس انه ايه ده، ايه التغيير اللي حصل ده، ايه ده الكواليتي عليت، ايه ده في تغيير جذري حصل. في نهاية الحلقة يا رب تكونوا استفدتوا، ولو استفدت رجاء اعمل شير علشان غيرك يستفيد. اشوفكم على الف خير.